السلام عليكم. بيتكلم فيلمنا النهاردة عن واحدة بتخون جوزها، وبيكون رد جوزها الوحيد انه ينتحر، بيحاول ينتقم منها بعد موته. بس ازاي؟ ده اللي هنشوفه في فيلمنا. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول من العلامة اللي تحت دي. دوس عليها وخليك جدع. وبتكون موجودة في الوقت ده مع الشخص اللي بيخون جوزها معاه في فندق، وبترفض انها تقعد معاه لان عيد ميلاد جوازهم النهاردة. وبعدها بتقرر تروح لمكتب جوزها اللي كان شغال محامي. وأول لما بتخش المكتب بتلاحظ وجود ملف من قضايا جوزها موجود على الترابيزة، وبتقرر إنها تقرب منه وتفتحه. ولما فتحته بتلاقي فيها صورتها، وكان باين في الصورة إنها تعرضت لإصابات كتير. ولما كملت فتح الملف اكتشفت إن ده ملف القضية بتاعتها اللي كانت اتعرضت ليه للسطو المسلح على إيد مجرم. وفي الوقت ده بيخش جوزها المحامي، فاضطرت إنها تخبي صورة المجرم ورا ظهرها. بس جوزها لاحظ إنها مخبية حاجة ورا ظهرها، ولما شد إيديها لقى إنها الصورة اللي موجودة في الملف القضية. ولما سألته أنت بتعمل إيه بالملف بتاعي؟ قال لها إن المجرم اللي اعتدى عليكي إنهم هيلغوا إطلاق سراحه، وبيقرروا إنهم مش هيخرجوه بره السجن. وبعدها بياخدها ويمشوا عشان يحتفلوا بعيد جوازهم. بس وهما في الأسانسير دخل عليهم الراجل اللي بتخون جوزها معاه، واللي كان شغال في مكتب جوزها. وساعتها عملوا نفسهم إنهم ما يعرفوش بعض. وبعدها وصلت إيما للمطعم، وساعتها قرر جوزها إنه يديها هدية عيد جوازهم، وهي عبارة عن عقد من الألماس، وبيقول لها إن ده عقد مخصوص عمله علشانها. وبعدها بياخد العقد وبيلبسه لها في رقبتها. وبعدها بيخرجوا من المطعم، وبيقول لها إنه عامل لها آخر مفاجأة، وطلب منها إن تحط القماشة دي على عينيها وتخبي عينيها. وساعتها خدها على العربية، وطول الطريق كان مغمية عينيها بالقماشة اللي كانت معاه. بس هي ما استحملتش انها تفضل مخبية عينيها طول الطريق. واول لما فتحت القماشة لاحظت ان جوزها واخدها للبيت اسمه بيت البحيرة، وبيقول لها ان البيت ده قضوا فيه ذكريات جميلة وسعيدة. وبعدها دخلوا البيت وسابها متغمية وسابها ومشي. وبعدها بشوية فتحت الرباط اللي على عينيها وابتدت تشوف المفاجآت اللي عاملها. وكان أولها لما دخلت الأوضة ولقت كمية كبيرة من الصور المتعلقة، وكانت عبارة عن صور جوازهم والرحلات الكتيرة اللي هم عملوها وكانوا مبسوطين فيها. وفي نهاية الأوضة كان موجود اسطوانة موسيقى، وطلب منها إنها تشغلها. وأول لما شغلتها اشتغل الموسيقى، وكانت عبارة عن موسيقى رومانسية. وبعدها بتطلع للدور اللي فوق، وكانت الأرض كلها متغطية بالورود. وأول لما بتدخل أوضة النوم بتلاقي جوزها مستنيها، وبيقول لها انك اتأخرتي على الميعاد المنتظر. وبعدها بيعتذر ليها عن اي فترة سيئة هي عاشت معاه فيها. وبعدها بيجي تاني يوم الصبح، وبنلاقي ان قيمة لسه نايمة وجوزها صاحي. واول لما بتصحى قيمة بتتفاجئ ان ايديها فيها كلبش، والكلبش ده متوصل بايد جوزها. ولما بتسأله ايه ده رد عليها وقال لها حان وقت الاستيقاظ، وضرب نفسه بالنار ووقع ميت في الحال. وساعتها بتخاف قيمة من اللي حصل، وبتحاول انها تفك ايديها من الكلبش لكنها مش بتقدر. وبيعدي الوقت وبتستمر صدمة قيمة وازاي جوزها عمل كده. وبعدها بتفكر انها تطلب المساعدة من التليفون الارضي، بس للأسف ما بيكونش فيه حرارة. وبعدها بتاخد المسدس اللي ضرب بيه جوزها وتفكر انها تضرب السلسلة بيه، بس ما بيكونش فيه رصاص تاني. فبتقرر ساعتها انها تروح الدولاب عشان تشوف هدوم تلبسها. وبتضطر ساعتها انها تسحب جوزها معاها لان سلسلة الكلبش قصيرة. واول لما بتوصل للدولاب ما بتلاقيش فيه غير فستان فرح ابيض، وبيكون موجود وراه خزنة مقفولة برقم سري وبصمة. وساعتها بتاخد قيمة جوزها وبتحطه على الفستان عشان تقدر تسحبه ولبست القميص بتاعه. وبتحاول انها تاخده وتنزل الدور الارضي يمكن تعرف تفك السلسلة. وبتوصل بعدها للشنطة بتاعتها اللي فيها التليفون المحمول، واول لما بتفتحها ما بتلاقوش موجود في الشنطة، بس بتلاقيه موجود في الزهرية اللي قدامها. بس للأسف لما بتخرجه وتبدأ انها تفتحه بيكون بايظ، وما بتعرفش تتصل بأي حد. وبتاخده وبتروح المطبخ، بس برضك مش بتلاقي حاجة في دراج المطبخ خالص. وبعدها بتفتح باسكت الزبالة فبتلاقي فيه شوية ورد وموجود فيه مفاتيح العربية بتاعته. وساعتها بتقرر انها تلبس البنطلون بتاعه وتاخده للعربية اللي كانت موجودة في الجراج بره، ولفت على رجليها حتت من القماش، وده عشان تقدر تمشي على التلج. وابتدت فعلا انها تسحب جوزها للجراج بصعوبة شديدة. واول لما وصلت للعربية وابتدت انها تركب جوزها، وبعدها ركبت هي وبتشغل العربية، لكن للأسف العربية ما بيكونش فيها بنزين، وده لان جوزها فضى كل البنزين اللي فيها.
وساعتها بيشتغل كاسة العربية، وبيكون جوزها مسجل عليه وبيقول لها ان هو مبسوط اللي هي معاه لغاية دلوقتي، وانها كانت لازم تيجي على ركابها وتركع قدامه بعد اللي هو عمله لها، بعد لما هي كانت عبارة عن مصورة فاشلة، وان هو عمل كده عشان ينتقم منها. وبعدها بتاخده تاني وترجع للشقة عشان تمسح الدم اللي موجود على وشها، وبتبص على العقد اللي كان مديهولها موجود في رقبتها، ولما بتحاول تفكه تلاقيه ما بيتفكش. وبعدها بتاخده وتقرر انها تنزل البدرون يمكن تلاقي حاجة تفك بيها الكلبش، ولما بتوصل بتلاقي جوزها شال كل المعدات اللي موجودة فيه. وبعدها بتحاول انها تطلع تاني على السلالم، وطبعا واجهت صعوبة شديدة انها تطلع مرة تانية بجوزها، وساعتها بتقوله انها مش لوحده اللي خانته، هو كمان خانها كذا مرة. وبعد محاولات كتير بتطلع من البدروم، وبتخش بعدها للأوضة اللي كان فيها صور كتير، وبتلاقي إن كل الصور اتغيرت وبقت بدل ما كانت بينها وبين جوزها بقت بينها وبين حاشقها، وكمان صورتها وهي معتدي عليها، ومتعلق كمان صورة الراجل اللي اعتدى عليه، وكان سايب لها كمان شريط اعترافاتها في النيابة والتحقيق معاه. وأول لما شغلته وسمعت اللي موجود فيه ابتدت تفتكر تاني الحادثة اللي حصلت لها، وساعتها خرجت عن شعورها وكسرت الكاسيت. وبعدها بتسمع صوت عربية وصلت عند البيت بتاعها، وأول لما جه الباب يفتح بسرعة بتقفله وبتقفله بالسلسلة، وبتلاقيه إن هو حبيبها توم وجاي عشان يطمن عليه، وده بعد لما بعتت له رسالة بالموبايل بتاعها. فبتقول له أكيد إن مارك جوزها هو اللي بعت له الرسالة دي، لأنها هي ما بعتلوش أي رسالة. وبعدها بتفتح له الباب وبتوري له اللي حصل، وإن جوزها مات ورابط إيديها بالكلبش. فبيقول لها إن المدعي العام كان في المكتب النهاردة وكان طالب التحقيق مع جوزها، عشان كده لما عرف إن حياته في خطر انتحر. وبعدها بتطلب إيمة منه إنها تبلغ الشرطة بسرعة، وبتقوله إن أكيد مارك ما عملش كل ده وشال أي شيء حاد عشان ما أقدرش أقطع الكلبش ويبعت لك رسالة عشان تنقذني، أكيد هو بيخطط لحاجة تانية مؤذية لينا. وفعلا لما بيقرر يتصل بالشرطة بيلاقي إن في عربية جاية من بعيد للبيت، وبيقول لها إن العربية دي كانت واقفة على الطريق وأنا جاي. فبتقول له إيمة ساعتها إنه لازم يهربوا، قال لها هنهرب إزاي والجثة دي موجودة. وقرر ساعتها إنه يخرج يقابلهم ويدخل إيمة البيت. ولما بتوصل العربية بينزل منها شخص وبيقول له إن هو جاي يصلح الأنابيب اللي انفجرت، وده على حسب تعليمات صاحب البيت، بس هو بيقول له إن صاحب البيت مش موجود وياريت تمشي، وكمان اداله الأجرة اللي كان متفق عليها مارك. بس الراجل رفض للمرة التانية إنه يمشي، وقال له ينفع استخدم المرحاض، بس توم قال له آسف المرحاض بايظ وياريت تمشي. وفي الوقت ده العربية اللي كان راكبها بطلت ونزل منها شخص تاني وقرب منهم وكان معاه سكينة وضرب توم في بطنه، وبعدها كسر باب البيت ودخل. وبنلاقي اللي هو المجرم اللي نفذ السطو المسلح على إيمة، وساعتها الشخص التاني خاف لما لقى إن في جثة ماتت. وبعدها بدأوا إنهم يبحثوا في البيت عن إيمة، وفي الوقت ده كانت إيمة خدت جوزها مارك وخرجت برا البيت، وواحد من العصابة شاف آثار الدم موجودة على الأرض وخارجة برا. وساعتها بتوصل إيمة لمخزن كان موجود جنب البيت، ولقت إن موجود فيه لانش وموجود فيه هلب، وساعتها حاولت إنها تقطع صباع مارك جوزها بالهلب عشان تقدر تفك الكلبش. وفعلا قبل ما يوصل راجل العصابة كانت انتهت إيمة من قطع صباعه وقدرت إنها تستخبى، وكان مارك بس هو اللي موجود على الأرض. وبسرعة بيجري الشخص ده ويبلغ زميله اللي كان موجود في البيت، وأول لما بيوصلوا الجراج بيكتشف إن ده الراجل اللي استأجرهم، وبنلاقي كمان إن هو حاول يخرجه من السجن، وإنهم جايين عشان ياخدوا الماس اللي موجود في الخزنة واللي بتكون مقفولة ببصمة إيد مارك والباسورد اللي عارفاه إيمة. ولما بتدور إيمة في اللانش اللي موجود بتلاقي موجود جيركن فيه كمية من البنزين، وبتحاول إنها تاخد الجيركن وتسحبه وتروح تملى بيه العربية بتاعتها، بس وهي بتسحبه بيخرج واحد من أفراد العصابة بره، وبسرعة بتلحق نفسها وبتستخبى في التلج، وبيعدي من جنبها من غير ما تقدر يشوفها. وبتبدأ إيمة إنها توصل الخرطوم بالعربية وتبدأ إنها تنقل بالبنزين، بس بيدخل عليها واحد من أفراد العصابة لأنه سمع صوت في الجراج، وبتنجح إيمة إنها تستخبى منه من غير ما يشوفها، بس ساعتها بينزل على الأرض وبيخرم الكاوتش بالسكينة بتاعته. ولما بتهرب إيمة برا الجراج عشان ما يشوفهاش بيكون زميله التاني جاي من وراه، وبسرعة بتفتح باب الباترون وبتخش فيه، وبيكون واحد من الأفراد دي بيبص لباب البدرون وبسرعة بيخش ليه. فبتجري إيمة وبتحاول تطلع من الباب الخلفي للبدرون، بس بيكون زميله التاني موجود برا الباب، وبكده بتتحاصر إيمة بين الاتنين، واحد من فوق وواحد بيكون ورا الباب.
ولما بيقربوا انهم يهجموا عليها ساعتها بتفكر قيمة وتشغل الانذار بتاع العربية بالمفتاح اللي كان معاه، وبسرعة الاتنين بيتحركوا للجراج عشان يشوفوا الصوت ده ايه. بس للأسف أفراد العصابة بيكتشفوا الحيلة اللي عملتها قيمة والإنذار بعد لما كانوا مفكرين إنها هربت، واتضح إنها موجودة لسه في المكان. وواحد منهم لما كان بيدور في البيت لقى إن باب سطح موجود، وفعلا فتح الباب ده وقرر إن يطلعه يمكن يلاقيها موجودة فوق. وفعلا بتكون قيمة مستخبية فوق، وأول لما بيقرب منها بتخرج قيمة وبتضربه بالمضرب فيقع من فوق السطح ويغمى عليه. وساعتها بتاخد قيمة مفاتيح العربية بتاعتهم، وبيسمع صوته أخوه ويبتدي يتحرك عليه هو كمان، وبتضربه قيمة كمان بالمضرب وبتحبسه في الأوضة، وبتقفل عليه الباب وتكسر القفل بتاعها. وبسرعة بتتحرك للعربية بتاعتهم وتبدأ إنها تشغل العربية، بس واحد منهم بيفوق وبيلحقها قبل ما تهرب بالعربية، وبتقدر قيمة إنها تتصل بالطوارئ قبل ما يلحقها ويسحبها. وساعتها بتحس العصابة إن الوقت ضيق قبل ما البوليس يجي ويوصل ويقبض عليهم. وبعدها بياخدوا قيمة ويطلعوا على الشقة مرة تانية للمكان اللي فيه الخزنة، وبعدها بيطلب منها الرقم السري بتاع الخزنة لكنها مش بتوافق إنها تدولهم. وبسرعة بيهجم عليها واحد وبيقرر إنه يقطع لها إيديها عشان تقول لهم الرقم السري، بس زميله التاني بيلاقي المسدس بتاع جوزها تحت السرير ومش بيوافق على اللي زميله بيعمله، وبيقرر إنه يوقفه عند حده بالمسدس اللي لقاه. وبيطلب من قيمة إنها تقول لهم الباسورد وهيسيبوها ويمشوا وخلاص. قيمة فعلا بتوافق على رأيه بس بعد ما يفك لها ايديها، وفعلا بيفك لها الكلبش وبيقول لها الرمز اللي عبارة عن عيد جوازهم. وأول لما بيدخل الباسورد والبصمة بيتفاجئ إن مش موجود فيها الألماس، بس بيلاقي موجود مكانه سطور ومكتوب عليه إن الألماس موجود في رقبتها مش في الخزنة، وده عبارة عن العقد اللي موجود في رقبة قيمة واللي ما بيتفكش بالسهل، وده معناه إن الطريقة الوحيدة اللي يوصلوا ليها هو قطع رقبتها. ولما فعلا يقرب ليها عشان يقطع رقبتها بيهجم عليه زميله التاني فبيخبطه في الحيطة، لكن للأسف بيخبط في مسمار وبيقتله. وبعدها بتاخد قيمة السكينة اللي كانت موجودة على الأرض وبتحاول إنها تضربه وتحمي نفسها، وفعلا بتقدر إنها تخبطه بالحديدة اللي موجودة بتخليه بيفقد وعيه فترة مؤقتة، وكمان بتربطه بالكلبش في إيد جوزها وتجري بسرعة للجراج عشان تاخد العربية اللي مليتها بالبنزين. وفعلا بتشتغل العربية وبتخبطه لما بيكون قدامها، بس للأسف بتفقد السيطرة على العربية لأن الكاوتش كان مخروم. وأول لما بيقرب من العربية عشان يمسكها بيلاقي إنها هربت منها، وبيلاقيها بتزحف قدامه، وبسرعة بياخد الجثة اللي كانت مربوطة في ايديه وبيحاول إنه يوصلها، وفعلا بينجح إنه يوصلها وبيحاول إنه يضربها بالسكينة، بس السكينة بتيجي في التلج. بس قيمة بتاخد السكينة اللي موجودة في التلج وتضربه في كتفه، وساعتها بيتكسر التلج اللي موجود حواليهم وبينزل فيها الجثة وبيتسحبوا كلهم جوه البحر. وساعتها بتاخد قيمة السكينة اللي كانت موجودة في كتفه وبترشقها في عينه، وبتحاول إنها ترجع للسطح تاني لكن للأسف بتلاقي الجليد محوطة من كل حتة، وبتحاول إنها تكسره بالسكينة اللي معاها لكن من غير فايدة. وبعد صعوبات كتير قدرت إنها تفتح فتحة في الجليد وإنها تخرج منه، وبتوصل الشرطة في آخر لحظة. وبس كده يا سيدي، دمتم في أمان الله، سلام.